بعد ما اتكلمنا المرات اللي فاتت عن انواع التقويم ومميزاته، النهارده هتكلم على اخر شكل من اشكال التقويم، وهو التقويم الجراحي او بما يسمى بعمليه تجميل الفك. يا ترى ايه هو التقويم الجراحي؟ التقويم الجراحي هو عمليه جراحيه بنقوم فيها بتصحيح وضع احد الفكين او كلاهما، وذلك للحصول على اطباق الاسنان وتضبيط العضه بحيث ان الاسنان تقفل مع بعضها بالشكل المطلوب. طب ايه اللي بيخلينا نضطر للعمليه الجراحيه؟ ده بيحصل لما بيكون الشخص البالغ عنده تقدم كبير في احد الفكين او تاخر في نمو احد الفكين، فاحنا بنبقى مضطرين لتصحيح وضع الفكين بالشكل الجراحي. اما لو عنده التقدم او التاخر حاجه بسيطه، وقتها ممكن نعمله عن طريق التقويم العادي والتقليدي، وده اللي بيسميه اخصائي التقويم الكاموفلاج او التمويه لتصحيح وضع الاسنان والفكين مع بعضهم. اما لو عنده تقدم او تاخر كبير، وقتها مفيش حل الا الجراحه. طيب ازاي نتفادى ان احنا نلجا للعمليه الجراحيه؟ وده انا سبق اتكلمت عنه، وده عن طريق ان انت بتتابع مع طفلك من اول عمر 8 الى 10 سنوات مع طبيب التقويم، عشان مجرد ان هو يراقب نمو الفكين ويتدخل لو حصلت اي مشكله، عشان يستخدم له جهاز معين يا اما يسرع نمو الفك المتاخر او ياخر نمو الفك المتقدم. ولازم الطفل يتابع تعليمات الطبيب ويرتدي الجهاز ويستخدمه بالشكل المطلوب عشان نحصل على النتيجه المطلوبه، لان هو لو ما التزمش وقتها هيبقى مش هيستفيد بالشكل المطلوب من الجهاز، وممكن يضطر للعمليه الجراحيه مستقبلا. طب هل ينفع استخدام جهاز التقويم اللي استخدمناه مع الطفل مع الشخص البالغ عشان تصحيح نمو الفكين؟ للاسف ده مش بيكون مفيد مع الشخص البالغ، لان الجهاز ده بيعتمد على استخدامه اثناء فتره النمو. اما لو خلصت فتره النمو وقتها مفيش حل الا الجراحه. طيب هل تعتبر الجراحه ضروريه؟ ضرورتها بتختلف من شخص للتاني حسب حده المشكله عنده، بس اللي انا حابب اقوله لك ان لو في شخص محتاجها بعد ما بيعمل العمليه حياته كلها بتتغير، مش مجرد ان شكل الفكين وشكل الاسنان عنده بيتحسن، وانما عنده وظيفه الفكين بتتغير بشكل كبير. طيب هل تعتبر العمليه الجراحيه صعبه وخطيره؟ هي تعتبر عمليه جراحيه كبيره نوعا ما، ليها بعض المضاعفات والاعراض اللي بتظهر بعد العمليه زي التورم او التنميل في منطقه الفكين، بس كل الاعراض والمضاعفات دي بتختفي تدريجيا وبترجع الانسجه لطبيعتها. اللي انا حابب اقوله لك ان انت لازم تتابع مع طفلك وتعالج المشكله من بدري عشان توفر على الطفل اجراء جراحي كبير، وكذلك توفر تكلفه اكتر، وفي نفس الوقت تكون عالجته من بدري من قبل ما يوصل للمشكله دي.